بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أهلا وسهلا بكم في قناتي بيتك أحلى مع شيمو. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم وصفة من أحلى الوصفات اللي ممكن تعملوها، وكمان في إقبال جامد قوي عليها وكلنا أكيد هنحبها. بس الوصفة النهاردة مش هعملها بالمقادير الأصلية بتاعتها، هعمل كل حاجة بالبديل بتاعها. أنا كنت عاملاها قبل كده بالمقادير الأصلية موجودة على القناة، بس المرة دي حبيت إن أنا أجرب التجربة ديت بكل البدائل وأنقل لكم التجربة، والحمد لله هي طلعت حلوة. طبعا أنا مش هنزل لكم الفيديو من غير ما اجربها، فجربتها طلعت جميله قوي، فحبيت ان انا انقل لكم التجربه عشان خاطر تعملوها، عشان خاطر ما تقفيش على حاجه يعني معينه. الحاجات اللي هتكون معانا ايه؟ انا محتاجه هنا كنافه وتكون مفرومه في الكبه. لو ما عندكيش كنافه ممكن تستخدمي البسكوت الساده عادي، وبتنزلي عليه بشويه زبده كده سايحين وبتعمليهم مع بعض. تاني حاجه عندي فانيليا، وعندي لبن، وعندي لبن عادي يعني ساقع، وكريم شانتيه، وعندي سكر بودرة، وقشطة وش اللبن، ومكعبات من الجبنة المثلثات او النستو المتوفر عندك، يعني من الانواع اللي تكون ما يكونش فيها ملح وتكون كريمي. تمام. انا طبعا الوصفه الاساسيه مفروض بدل وش اللبن دي بيكون ايه؟ بيكون الكريم الباستري او كريمه الخفق او القشطه اللي هي المعلبه. انا ما عنديش اي حاجه من الحاجات دي، فهستخدم وش اللبن. تمام. وعندي ايه كمان؟ هاخد زبده او سمنه بلدي، اسخنها على النار وانزل فيها بالكنافه، وابدا ان انا احمر فيها الكنافه لحد ما تتحمر معايا. عايزه تعمليها في الفرن، تمام، عندك اير فراير ممكن تحطيها فيها. المكونات اللي انا هكون محتاجه كوبايه من الكريم الشانتيه، كوبايه الا ربع من السكر البودره، كوبايه من اللبن الساقع، ممكن تزيد وممكن تقل على حسب. هاخد 4 معالق كبار من القشطه. لو عندي كريم باستري هاخد كوبايه الا ربع، لو عندي كريمه خفق هاخد كوبايه، لو عندي قشطه هاخد نص كوبايه، اللي هي لو العلبه الكبيره بتاخدي النص. في علب صغيره كده بتيجي كانت العلبه ب8 جنيه، معرفش دلوقتي عامله كام. بتجيبيها عادي من السوبر ماركت، بتحطيها كلها، وتسكرتين من الفانيليا. وهناخد 8 مكعبات من الجبنه المثلثات. لو عندك الجبنه الكيري هتاخدي 4 مكعبات. لو عندك الجبنه البريزيدون بناخد منها برضو 4، لان الطعم بتاعها بيبقى قوي شويه وبتبقى احسن بكتير من الجبنه المثلثات. طبعا انا مش متوفر عندي دي، فعشان كده هاخد 8 من ال8 مكعبات من الجبنه المثلثات. بعد كده بقى هخفق المكونات دي كلها مع بعض، واحمر ال الكنافه. دلوقتي بقى انا حمرت الكنافه، هبدا ان انا عندي هنا ممكن بقى عندك بايركس، صينيه، اي حاجه، ممكن الصواني اللي هي بتاعه الكيكه اللي بتتفتح من الجنب بتاعه التشيز كيك. طبعا انا نسيت اقول لكم اصلا احنا بنعمل ايه. دي وصفة اللي هي التشيز كنافة او البسكوت، على حسب بقى انت حاطة بسكوت ولا كنافة. عندي هنا الكنافة بعد ما حمرتها هنزل عليها كده بنقط بسيطة بس كده من العسل النحل، علشان تمسك معايا الكنافة في بعضيها. لو ما عندكيش عسل عادي ممكن ما تحطيش يعني. وبعد كده طبعا انا ضربت بقى كل الحاجات مع بعضيها، والقوام بتاعها بيبقى متماسك زي ما انتوا شايفين كده، زي ما تكوني بتعملي كريم شانتيه بالظبط. هبدأ بقى احطها. طبعا الكريم شانتيه انا عندي مستخدمة اللي هو السايب وبدون سكر. ممكن برضو لو انتي بتحبي الطعم بتاعه مسكر قوي ممكن بتحطي عليه احنا كده كده بنحط سكر. ممكن بقى لو انتي بتحبي تستخدمي اللي هو العادي التاني برضو ممكن تستخدمي اللي يريحك، بس طبعا التاني بيحتاج كمية لبن اقل بكتير، فلازم تاخدي بالك لما تكوني بتنزلي اللبن على الحاجات دي. هتنزليها حاجة بسيطة حاجة بسيطة لحد ما يعني كل ما تحتاجي تنزلي، عشان ما تحتاجيش ان انتي تزودي كريم شانتيه تاني. بعد كده بقى كان عندي مانجا في الفريزر، طلعتها وقطعتها بالشكل ده. انا طبعا بعمل يعني ايه عشوائي كده. وعندي بقى عندك الشوكليت شيبس، عندك شوكليت عادي زي اللي انا بعملها دي، ممكن انا بسيحها احيانا بس كنت مستعجله فبشرتها كده بالمبشره. عندك اي صوص من الصوصات، بسكوت اوريو، ممكن فراوله، اي حاجه ممكن تعملي بيها التوبنج ده من فوق بتعمليها عادي، وبيبقى الطعم بتاعها جميل قوي. الحاجه اللي انت بتحبيها حطيها. ده صوص كراميل وصوص التوت والشوكليت الغامق ومانجا. صوص الفراولة كان خلص بس ما خدتش بالي. ده كده الشكل النهائي بتاعها، بجد طعمها جميل قوي وكل البدائل بتاعتها نجحت والحمد لله. اتمنى يا رب تجربوها وتكون نالت اعجابكم ويكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتحطوا لايك، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.